السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ حانين كبقيتو مزيان. فكره ديال اليوم هي سويسرول، كيك سويسرول. كتجي زوينه بزاف بلا كريم، كتجي شهوه منها. ما نقولكمش على المذاق، الصراحه جات زوينه بزاف بزاف. واللي كيميزها هي انها ما فيهاش مقادير بزاف وما فيهاش تعب بزاف، يعني دغيا توجديها. وبالنسبه للشكل ديالها كيف ما شفتوا معايا كيجي زوين، ما فيهاش ملونات، شي حاجه ديال الدار. عارفه راسك شنو وجدتي فيها، كتجي واعره البنات. ما عليكم غير دوزي معايا الكوزينه وتشوفي المراحل ديالها والمقادير كامله. في بول درنا 2 البيضات وقبيصه صغيره ديال الملحه. من مورها دربت دوك 2 البيضات مزيان مزيان. كيف ما شفتوا معايا بالضرب الكهربائي او ديال يدك، غير ديال اليدوي يعني ديال يدك، راه غادي يقضي الغرض الا ما كانش هاد الضراب. وإلا ما كانش ديري مولينيكس او المهم اي حاجه غتقضي لك الغرض. هنا ضفت 5 المعالق ديال السكر سنيده و5 المعالق ديال الزيت المائده او اي زيت انت كتفضلي ديريها. ضربتهم عاوتاني شي شويه، يعني ما كتحتاجيش لمجهود كتير زعما. هنا ضفت كاس ديال دقيق الفورس، كاس العنبه يكون عامر مزيان. درت له 2 الخمارات بحجم 8 غرام، يعني 8 16 غرام بجوجهم. كذلك غربلتهم مزيان في الغربال وغادي نطربهم مزيان. داك الدقيق وديك الخماره غادي نطربوهم كيف ما شفتوا معايا. وزدتو واحد ديروا منسمات. انا درت بشور الحامض، يقدر ما تصورت لياش، او البرتقال او كاس، نص كاس ديال الليمون، المهم اللي عندكم واجد. هنا صافي وجدتها، غادي ندفعها الفران عافيه من الفوق ومن التحت وغندوز ناخذ الكريمه ديالي. هنا ضفت لاموس ديال الفاني، ضفت عليه كاس ديال الحليب عامر سبق لي درتو في الثلاجه او الفريغو حتى برد مزيان. صافي وطربته بهذه الطريقه هذه، يعني دغيا هو كيطلع. الا كان الحليب بارد بزاف لاموس دغيا كطلع، لاموس اولا الكريم شونتي غبره دغيا كطلع مع الحليب. الا كان الحليب عندك بارد 6 دقائق او 5 دقائق كيطلع لك الكريمه، كتكون عندك واجده. صافي ضفت ليها 2 المعالق ديال السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه انت غديري الحلاوه اللي كتعجبك. انا ما كنكثرش الحلاوه، صافي درت غير 2 معالق ديال السكر سنيده كيف ما شفتوا معايا. تقدري ديري 3 على حساب الذوق ديالك كيف ما قلت لكم من قبل. غادي نطرب الكريمه بهذه الطريقه هذه. تقريبا خدات معايا شي 5 دقائق ما كاملاش. صافي طلعت معايا الكريمه. هنايا ضفت جبن بيرلي. نتي ديري اي جبن عندك في الدار موجود كترتاحي له، او تقدري ديري الجبن ديال الماكله، المهم اي حاجه تقدري ديريها غادي تقضي لك الغرض. والمنسمات كذلك انا درت هنايا الفاني، حيت اختاريت الفاني لحقاش درت لاموس الفاني. صافي اختاريت ياغورت ديال الفاني، زدتو مع الكريمه. طلعت الكريمه بهذه الطريقه هذه دغيا. ديك الساعه كانت طالعه، انا خلطت داك الجبن بيرلي وداك ياغورت الفاني، خلطته مزيان دخلته في الكريمه ديالي. صافي وجمعتها كيف ما شفتوا معايا. هنايا راه دغيا ما دوزاتش معايا بزاف في التطريب ديالها. دغيا كتوجد هي ديال الصراحه ديال البودر دغيا كتوجد. الا كانت عندك الحليب بارد هي دغيا كتوجد، كتطلع دغيا. هنا طلعت زوينه بزاف، والكريمه حتى هي طلعت زوينه، الريحه ديالها زوينه، وحتى المذاق الصراحه جات زوينه بزاف. كنت زدتها
واحد المعلقه صغيره ديال كاكاو مر ما تصورات لياش. الا عندكم شوكولاته عادي تقدري تذوبيه مع الحليب، اولا تسخنيه غير هكاك في الفران وتضيفيه 2 معالق اولا تحكيه كاع تيجي زوين. الا حكيتي الشوكولاته بالحكاكه وضفتيه على الكريمه كيجي مقرمش، تيجي زوين. هنا ما توفرليش الصراحه، توفرت لي كاكاو، درت معلقه صغيره وخلطت الكريمه ديالي مزيان وخليتها، حطيتها في الثلاجه تبرد ليا واحد شويه. ما يعني انا الغرض ديالي غير باش الجينواز ديالي اللي دفعت يتقاد ليا. صافي عمرت الجينواز وروليتها بهاد الطريقه هادي، صافي دغيا وزينتها عادي باللوز كيف ما شفتوا معايا، الكركاع شويه ديال البنان وبالفورشيت درت لها على الطريقه ديال الشجره. المهم تكون شي حاجه ديال الدار وجدتيها بيدياتك لوليداتك، كتجي يعني زوينه بزاف وجات شهوه منها بدون ملونات بدون حتى شي حاجه. وغنقول لكم بالصحه والراحه وبسلامه عليكم.